السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عاملين ايه؟ اتمنى تكونوا بخير. معاكم اسلام زايد، والنهارده هكون معانا تجربة جديدة هتكون في بورتو ساوث بيتش. المكان النهارده احنا كنا في رحلة كانت جميلة جدا في البورتو ساوث بيتش. في حاجة كنت حابب اكد عليكم، اولا هو المكان بتاعه هو موجود بعد بورتو السخنة تقريبا، يعني بربع ساعة او نص ساعة زيادة. تمام. بالنسبة للمواعيد هنا، بالنسبة للمكان، بالنسبة لحمام السباحة او بالنسبة للبحر، المواعيد بتاعتهم بتكون متاحة من الساعة 9 لحد الساعة 7. بس بالنسبه لحمام السباحه في وقت بريك، بيكون وقت اللي هو للتنظيف بتاع حمام السباحه، وده بيكون متاح من الساعه 1 لحد الساعه 2. بالنسبه للمطاعم الموجوده هنا برضو الاسعار بتاعتهم كويسه جدا. انا في اخر الفيديو باذن الله كده هوضح لكم الاسعار الموجوده هنا ايه. اغلب المطاعم، هو في مطاعم تانية كان مش متوفر معاها منيو، فبس المطاعم الموجوده انا هوضح لكم الصور بتاعتها. في مطاعم كتير، سواء كانت مشاوي وفي اسماك وفي سندوتشات وفي كريسبي، في كل المطاعم اللي انت محتاجها وبزياده. في طبعا كافيهات، في سوبر ماركت موجود هنا على البحر، وده الاسعار بتاعته كويسه. يعني انا جبت منه مثلا ازازه ميه كانت عامله 10 جنيه، جبت منه عصير كان تقريبا ب 10 جنيه، فاسعار تعتبر شبه مناسبه مش صعبه. في طبعا هنا في سوبر ماركت سعودي، وده الاسعار بتاعته برده كويسه، يعني زي الشيبسي والحاجات زي دي بيكون بنفس السعر الموجود عندنا في القاهره. المكان بصراحه كان جميل، في كذا حمام سباحه عباره عن كل مجموعه شاليهات في قدام حمام سباحه خاص بيها، وهو الطريق ده يعني الطريقه دي متقسمه لاكتر من 3 مرات. بالنسبه للبحر زي ما قلت لكم الشاطئ بتاعه رملي، بس في مكان او في ممشى انت بتمشي عليه ممكن تقفز منه كمناص اسمه اللسان. الهاني هناك حلوه بصراحه، المياه كانت جميله جدا، في اسماك وفي حاجات تعتبر شبه زي شرم والغردقه، بس طبعا شرم والغردقه الدنيا هناك احلى بكتير. يعني كان نظام الاسماك وكميه انواع الاسماك اللي هناك يعتبر هنا كل اللي كان موجود نوع واحد فقط، بس كميه وكنظافه وكشاطئ كان جميل جدا. طبعا الشاطئ رملي، بس حاجه تعتبر متوفره في المكان. لو في اي استفسار او في اي حاجه عايزين تعرفوها ممكن تكتبوا لي في الكومنتات، ولو في اي حاجه بالنسبه للمكان على الطريق ازاي الحاجات دي كلها برضه ممكن تكتبوها لي. طبعا ما تنسوش لو انتم مش مشتركين معايا في القناه اعمل شير وعمل لايك للقناه، واستنوا الجديد باذن الله ان شاء الله كده من رحلات اسلام زايد. شكرا جدا لكم. تمام، احنا دلوقتي كده بقى هنبدا نتوكل على الله وهنخش بورتو ساوث بيتش. احنا دلوقتي هنصور لكم الطريق لحد هناك. اولا ده الاتوبيس او دي الرحله اللي احنا كنا فيها دلوقتي. بعد كده احنا هنتوكل على الله وهنخش بورتو ساوث بيتش زي ما انتم شايفين معانا كده الطريق. ودلوقتي هنعمل جولة في بالنسبة للشاليهات الموجودة هنا في بورتو ساوث بيتش. بصراحة الشاليهات كانت نظيفة جدا والمكان نظيف جدا، وانتوا لما هتشوفوا على الطبيعة هتصدقوا الكلام اللي انا بقوله. المكان فيه كل الخدمات اللي انت محتاجها، بس اول حاجة احنا حابب اكد معاكم فيها ان هو بعد ما تعدوا من الباب بتخلي الكارت اللي معاكم ده بتحطوه في مكان جنب الباب علشان الكهرباء الخاصة بالشاليه، علشان انت لو ما حطيتش الكارت مش هتلاقي الكهرباء شغالة. دي حاجة تانية أحب أكد عليكم فيها إن كافة الأجهزة أو كافة الحاجات الموجودة في الشريك كلها نظيفة جدا، حاجات نظيفة جدا بالنسبة للاستخدام. سواء كانت بقى الميكرويف، سواء كانت البوتاجاز، التلاجة، في طبعا التلفزيون، في الكاتل، كل حاجة أنا مصورها لكم بحيث تكون كل شيء تمام معكم. بالنسبة للترابيزات الموجودة هناك في الشاليهات بيكون عبارة عن اللي هو الترابيزات المودرن، اللي هي بيكون الكراسي داخل الترابيزة. في حاجة تانية أحب أكد عليهم بالنسبة للشاليهات بيكون فيها سريرين، في سرير كبير أو رول موجود في الأوضة وده بيكون عادي، وفي السرير التاني ده بيكون الكنبة. يعني الكنبة في حاجة أنت بتفتحها جواها بتتفرد كأنها سرير، وده السرير التاني اللي موجود هنا في الشاليه، علشان لو ناس كتيرة ما تعرفش المعلومة أو بتجهل أو بتحسب إن الشاليه فيه سرير واحد. طبعا انا اللي جاي لكم كل حاجه او كل التفاصيل الموجوده في الشاليه وكل الحاجات المتوفره فيه. طبعا في المانشر الخاص بكل شاليه بحيث لو حبيت تنشر الملابس بعد الاستخدام، سواء كانت البحر او حمام السباحه، فكل حاجه تعتبر شبه متوفره هناك.
فلو انتوا حابين برضه تسالوا عن اي حاجه ابعتولي، وانا باذن الله ان شاء الله كده هشرح لكم كل شيء باذن الله. تمام. في بس معلومه كنت حابب اقول لكم عليها بالنسبه للعربيات دي بيتم تنسيقها مع موظف الاستقبال في الريسبشن عشان تفتكر، سواء كانت عربيه الجولف زي ما انتم شايفين او العربيه العاديه. طبعا هنا بالنسبه بقى علشان برضو الموضوع في هنا برضو كافيتيريا، حابين نشرب اي حاجه. في هنا الاي تي ام بتاع بنك اسكندريه زي ما انتم شايفين، وادي المكان. طبعا هنا في منطقه هنا مطاعم، في تنس طاوله، هذه حمامات السباحه اللي قلت لكم عليها اللي موجوده بين شاليهات. طبعا الموضوع بتاعت حمامات السباحه دي موجوده في 3 مناطق، يعني انت عندك هنا في شاليهات، بعد كده هنا في حمامات سباحه. دي مكرره بالنسبه هنا للبورتو، مكرره في 3 مناطق. البحر احنا لسه هنشوفه دلوقتي وهنشوف الدنيا بتاعته ماشيه ازاي. زي ما انتم شايفين حاجه نظيفه جدا يعني. طبعا زي ما قلت لكم لازم اللي هو الاستيك ده لازم يكون معاك في كل مكان انت بتتحرك فيه بورتو. طبعا في حاجه حابب اكدها مع الناس بالنسبه للبورتو، اللي هو لما باذن الله ان شاء الله كده بتيجي انتوا بالسلامه وبتبدا تتحركوا، لازم تسلم البطاقه بتاعتك قبل الدخول. زي ما انتم شايفين المكان بيكون فيه 3 حمامات سباحه. بالنسبه للبحر هو موجود زي ما انتم شايفين كده، الناس اللي هناك انت بتمشي هناك لحد ما تروح البحر. ده الشاليه اللي احنا موجودين فيه، ودلوقتي المفروض ان احنا هنطلع دلوقتي على الشاطئ. يلا هنشوف بقى الطريق لحد الشاطئ. ادي منطقه الشاليهات زي ما قلت لكم. ادي السوبر ماركت الموجود اهو. تمام. في بقى حاجه مهمه كنت حابب اكدها مع الناس، الشاطئ زي ما انتم شايفينه طبعا شاطئ رملي. تمام. في اماكن اهو لتأجير بالنسبه للموسيقى البحر، بالنسبه للبنانا، بالنسبه لادوات الترفيه كلها عامه، وهنعرف الاسعار بتاعتها ماشيه ازاي دلوقتي. تمام. زي ما قلت لكم احنا موجودين هنا في الشاطئ بتاع بورتو ساوث بيتش، ودلوقتي هنعرف الاسعار الموجوده. تمام. الراجل السكره اللي ماسك المسؤول عن المكان هنا ابراهيم الغول وحش بورتو ساوث بيتش، حاج عبد الله فريسكا. الفريسكايه الواحده بنص جنيه، والشيزلونجايه والله انت الكلام اللي هيتقال هو اللي هينزل. انت حاجز في القريه ليك شمسيه وشيزلونج. تمام. بتوع اللايف جارد بيبيعوا لك الشمسيه والشيزلونج. والله انت خلي بالك كل ده هينزل. تمام. اتفضل انت يا كوتش. حبيبي يا باشا، بص احنا عندنا البنانا بوت والتيوب بوت سعر الفرد 150، وعندنا السبيد بوت الربع ساعه ب 800، وفي البدال نص ساعه ب 300، وفي الجيت سكي الربع ساعه ب 800. تمام. حبيبي. تسلم جدا يا كوتش. حبيبي. الشاطئ في بورتو ساوث بيتش. دي الحمامات والتشاشي الموجودة هنا على الشاطئ في بورتو ساوث بيتش. ده الممشى اللي في اخره اللي ممكن تعمل دايفنج او سنوركل موجود هنا في
والاسعار. الباقي الصغير ب 70 الربع ساعة، والباقي الكبير ربع ساعة ب 100، والعربيات الربع ساعة ب 70، والعجل النص ساعة ب 30، والنص ساعة ب 30 ب 60، والربع ب 30. تمام، تسلم يا صاحبي. ودلوقتي هنعمل جولة بالنسبة للمحلات والمطاعم الموجودة هناك في بورتو ساوث بيتش. هنعرف اسماء المطاعم الموجودة، المنيو، انواع الاكل اللي هناك، والاسعار. طبعا زي ما قلت لكم بالنسبة للسوبر ماركت، وفي فرعين، في فرع موجود في وسط المحلات زي ما انتم شايفين كده قدام البورتو، وفي المحل التاني بيكون موجود على البحر اللي هو بيكون متاح بالمواعيد بتاع الساعة 9 لحد الساعة 7، بحيث لو حد على الشاطئ بدل ما يمشي المسافة دي كلها بيكون في مكان هناك. لو انتوا حابين تستفسروا عن اي حاجه او في اي سؤال حابين تسالوا عليه، ممكن تكتبوا لي في الكومنتات وانا باذن الله كده هجاوبكم على كل حاجه.